السلام عليكم. اولا انا ببقى سعيده جدا لما بحضر صالون الاستاذ محمد المصري الفنان الجميل العطاء اللي كل مره لازم نقول الكلام ده عشان يرتاح. ثانيا انا مش عارفه اقول ايه، بس انا نفسي اقول حاجه مهمه جدا. يا ريت في كل جامعه بيجمعنا يعني اي حد عنده القدره انه يجمع الناس وانه يحشد الناس، وخصوصا اصحاب الاقلام اللي ربنا خصهم بموهبه مش موجوده عند الناس كلها، يكون في فقره. هو كان في فقره جميله قوي بيعملها الاستاذ محمد اللي هي اسمها اعرف مدينتك، وانا استلفتها منه في رمضان وعملت بيها اكتر من حلقه مع اكتر من حد مع الاستاذ الكاتب الروائي محمد ابراهيم، صح كده؟ ايوه. وعايزاه كمان يعني يستعير فكره من الوطن بقى. الفكره وهي ايه؟ ان احنا طول ما احنا عايشين بنقابل قضايا كتير جدا فيها لغط وفيها مفاهيم مغلوطه وفيها حاجات لازم تتصحح. انا عايزاه ياخد فكره من دي وينقي كل مره في صالونه فكره معينه طلع فيها اشاعه او طلع فيها كلام مش مظبوط، ويبدا الناس يتناقشوا فيها بالعقل وبالمنطق. يبقى احنا كده عملنا حاجتين جمال جدا جدا. الحاجه الاولى ان احنا قدرنا نتجمع كلنا على موقف واحد من قضيه معينه عايزين نتكلم فيها، والحاجه الثانيه ان احنا هنقدر بمشيئه الله بالعقل وبالمنطق ان احنا نوصل لحلول ممكن ما تكونش في الحسبان. يعني ناس كتير بيفهموا الموضوع من وجهه نظر ضيقه قوي قوي قوي، وناس تانيين بيبقوا فاهمين وعارفين الموضوع ده الابعاد بتاعته ايه والسطح بتاعته. فنفسنا ان كل حد قادر في انه يتحدث بمفهوم مختلف عن وجهه النظر الناس، بعض الناس بيتبعوها بياخدوها. لو قدرنا نعمل كده في كل لقاء وفي كل صالونات اللي احنا بنحضر فيها، يبقى احنا قدمنا خدمه للمجتمع جميله جدا جدا. ما تبقاش الصالونات مجرد اشعار رومانسيه وبحبك والهجر والخيانه والكلام ده كله. لا، احنا عايزين اقلامنا اللي ربنا ادانا الفرصه ان احنا نتكلم بيها انها تكون في حاجه مفيده، ومفيش افيد في اللحظه دي ولا في المرحله دي ان احنا نتكلم عن الوطن. دلوقتي في الحوار الوطني اللي شغال في البلد، كم حد مننا متابع الموضوع يا جماعه؟ في حد متابع موضوع الحوار الوطني؟ شوف كلنا قاعدين مش متابعين الحوار الوطني. الحوار الوطني بيطلع فيه ناس شخصيات اولا قبيحه كانت موجوده في مرحله سابقه، كلنا عانينا من افكارها السامه الهدامه اللي عايزه تهدم في مصر بالظبط. بداوا يطلعوا تاني واحنا في مرحله خطيره جدا جدا، يعني هم معتمدين على ضيق الشعب، على القهر اللي احنا عايشين فيه من الاسعار الغاليه ومن الحاجات اللي احنا بنقابلها والضغط علينا من جميع الجهات. احنا مضغوط علينا على مصر من بره ومن جوه اكتر من بره. يعني من جوه ناس مش فاهمين مش واعيين، بالاضافه لناس بيعاونوا الناس اللي بره علشان يضغطوا على الشعب. الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا مش بنتكلم في السياسه على فكره، احنا بنتكلم في وضع قائم في بلدنا. الرئيس بيتعرض لضغط جامد جدا جدا من الخارج من جميع النواحي، ضغط سياسي وضغط عسكري وضغط اقتصادي، وهم مش قادرين ياخدوا معاه، يعني مش عارفين له سكه، مش عارفين يوصلوا الراجل ده في سكه. فهم بيعملوا ايه دلوقتي؟ هم بيراهنوا علينا احنا، بيراهنوا على وجعنا، بيراهنوا على ضيقنا، بيراهنوا على عدم صبرنا وعدم تحملنا. فهيحصل ايه؟ لا احنا نخلص منهم فيهم بقى يخلصوا منه. فده طبعا لازم يبقى حته وعي كلنا فاهمينها وعارفين احنا بنعمل ايه، وعارفين اللي بيحاكوا ضدنا ايه، وعارفين اللي بيحصل حوالينا ايه. هم عايزين ايه؟ هم مش عايزين. مشكلتهم في الحياه نهضه مصر، مشكلتهم مصر اللي بدات تنهض وبدا يبقى عندها
اكتفاء ذاتي في حاجات كتير جدا. بدا عندنا مشاكل كتير خلصت من عندنا، مشكله الكهرباء، مشكله العشوائيات، ومشكله البنيه التحتيه اللي احنا بنعملها، الكباري والطرق. الواحد يقول لك ايه الكباري والطرق دي؟ وكل حاجه كباري وطرق. ليه يا جماعه؟ احنا بنعمل بنيه تحتيه علشان ننهض. بقالنا 30 سنه احنا محلك سر، ما بنتحركش. كانت الاسعار اقل من كده، وكان بطننا شبعانه وكل اللي احنا عايزينه اوكي، بس احنا محلك سر، ما بنعملش حاجه اكتر من ان ناكل ونشرب ونتفرج على الصور بتاعت مجلس الشعب، واللي عايزين عرايس يروحوا حاطين صوره وبتاع، ما بنعملش حاجه اكتر من كده. لكن النهارده الراجل ده جه علشان يغير واقع مرير احنا كنا عايشين فيه وكنا هنستمر فيه. ولا ما نبصش لنفسنا دلوقتي نقول احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا، ما ذنبناش حاجه، بس كل اللي حلو لازم يبقى فيه مراره شويه، عشان تحس بطعم الحلو لازم تذوق المر، والمر ده الحمد لله رب العالمين. لو احنا قارنا نفسنا بالعالم اللي حوالينا كله هنلاقي احنا افضل حال واحسن حال. احنا لا اتغربنا، لا لجأنا، لا دخلنا خيام، لا قذيفه بتيجي تنزل على بيت تدمره. ما عندناش الحمد لله الامن والاستقرار اللي احنا عايشينه، رغم كل المعوقات اللي موجوده عندنا وكل اللي بنعمله. احنا في امان، احنا بنقفل بيتنا وبنخرج وبنيجي ندوات وبنفرح وبنتبسط، بنسمع موسيقى وبنسمع غنى، واولادنا بيخرجوا ومأمنين عليهم. كل ده ضريبه لايه؟ ضريبه ان احنا معلش نتحمل شويه الغلاء، نتحمل شويه الصعوبه، دي مش مقصوده، يعني مش الدوله اللي هي عامله كله، لا ده منا فينا التجار الجشعين، زائد الاقتصاد العالمي الخارج بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي احنا بنعاني منها. ومع ذلك احنا اقل معاناه من دول كتير جدا جدا جدا. انا مش هطول عليكم واقول لكم ربنا يوفق مصر ويوفقكم جميعا، يوفق الوعي الوطني اللي كل واحد بيسمع حاجه عجبته او حاجه اقتنع بيها، لما يلاقي حد تاني بيتكلم بطريقه مختلفه لا يقول له لا ده الوضع كذا وكذا وكذا. لازم نبقى واعيين ومتطلعين ومتابعين الوضع، متابعين ايه اللي بيحصل. احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل، ناس عايشين كده، بس مش كلنا طبعا الا ما رحم ربي، لكن ان شاء الله